لمحبين الفسيخ الفيديو ده هيتبسطوا بيه قوي وهيعجبهم جدا، وهيستفادوا منه في حاجات كتير قوي. تعالوا نعمل مع بعض في البيت احلى فسيخ. ومعلش يا ام مكه، كمان هيطلع احلى من بتاعك. اول حاجه لازم نكون سمكه بوري، مش ما ينفعش ان هي تكون دبار. في حاجه اسمها دبار وفي حاجه اسمها بوري. البوري بتكون راسه عريضه زي ما وريتكم كده، وشفت انا حطيت صوابعي. الراس عريضه، ولما تيجي تبص للسمكه هتلاقيها بوزها عريض، ما بيكونش بوزها طالع لقدام كده وطويل ومدوره. لا، بتكون بوزها عريض وراسها كبيره اكبر من السمكه الدبار. الدبار هتلاقيها راسها صغيره عن بقيه جسمها، بيكون وراسها صغيره. لكن زي انتم ما شايفين دي ما شاء الله راسها كبيره، وخياشيمها تكون حمراء، بتكون حمراء كده، دي تعرفي ان هي بحري. ما بتكون سودة بتعرفي ان هي من النيلي كمان، يعني مزارع. لازم تكون بحري علشان تطلع معاكي السمكة ناعمة وطرية. وكمان نبدأ نعمل لها مساج. وبيكون العين بتاعها بتكون بتلمع كده، شايفين عينيها بتلمع، ومش داخلة لجوه مثلا ولا غامقة. زي انتوا شايفين عينيها طالعة لبره كده وبتلمع وسودة وشكلها حلو. هنبدأ نجهز الملح اللي احنا نملح بيه الفسيخ. معايا ملح خشن. ده مثلا نص كيلو ملح خشن، على الاربعة دول هيبقوا حلوين. وبعد كده حطيت معلقة من الكركم ومعلقة من الشطة، مش اكتر من كده. الكركم والشطة دورهم في الفسيخ ان هما بيقلل البكتيريا اللي فيهم، ما بيخلوهمش يكونوا بكتيريا بسهولة. فبيظبط معايا كمان الفسيخ اكتر. نبدأ زي انتم ما شايفين، ببدأ افتح الخياشيم بتاعة الفسيخ وادخل فيه كويس جدا الملح، ولازم يكون ملح خشن. بتجيبه عند العطار جدا سهل بسيطة ومش هتست. او في السوبر ماركت بيكون برضو موجود في قسم الملح والزيوت وكده. وببدأ ارصه في برطمان، يستحسن ان هو يكون ازاز. حاولي على قد ما تقدري ان هو يكون ازاز، بيطلع معاكي احلى نتيجة فسيخ بجد. يعني انا جربته في كل الحاجات، جربته في بلاستيك، وجربت احطه في جورنون، وجربت احطه في كيس بلاستيك، يعني جردل بلاستيك او كيس بلاستيك والفهم. بس دي احلى نتيجة بجد طلعت معايا. زي انتم شايفين بتبدأي تعملي لها مساج خفيف. المساج ان هو بيبدأ يطر اللحم كده، وبيخليه يتغلغل الملح فيه، وما بيخلوش يبقى طالع معاكي ناشف كده، لا، تبقى زبدة كده زي انتم هتشوفوا في اخر الفيديو. انا برضو هخلله ويستوي في نفس الفيديو، مش هيبقى مقطعي، مش هيبقى فيديوهين. فعايزاكم تكملوا الفيديو الاخر وتشوفوه طالع قد ايه زبدة، وطالع قد ايه جميل وبيلمع وتحفة بصراحة. شوية خطوات بسيطة وشوية تريكات خفيفة كده هي اللي هتنجح معاكي الفسيخ ويطلع معاكي، مفيش احلى من كده بصراحة. كملوا الفيديو للاخر وانتوا هتصدقوني بجد قد ايه شكله طلع لذيذ جدا، وكان طعمه بجد كل داقه شكر لي فيه جدا، وقال لي اول مرة دوق فسيخ مزبد قوي كده وطري، وملحه مظبوط جدا. وبألف هنا والشفا على كل من كل منه وداق وعجبه. بجد بالهنا والشفا عليهم كلهم. زي انتم ما شايفين بدأت اضغطهم كلهم في البرطمان، وحاول ان انت تحطيهم ما تخليش فيه هوا كتير في البرطمان، يعني تضغطيهم لحد ما البرطمان يتملي. والباقي طبعا رحت حاطه الملح. وكل يومين او كل يوم بتجيبيه تقلبيه على وشه، وتقلبيه على جنبه، وتقلبيه على الجنب التاني كده، بتخلي كل السوائل تروح لكل الفسيخات. كده خلاص بقى، يعني انا قعدته من الحد للحد، يعني هو كان اسبوع واحد اللي قعدته، 7 ايام بالظبط. ورحت بقى فتحت عليه. بصوا قد ايه طري، يعني بص انا كل ما اضغط على السمكية طرية جدا وجوسي جدا، وفيها كمية سمنة وكمية زيوت بقى، ولا حطيت لها زيت من بره ولا اي حاجة. كانت ما شاء الله السمكية، يعني مش قادرة اقول لكم على جمالها بجد. انا هنا فتحت السمكة وانا بحسب ان الفيديو شغال، بس ما كانش شغال. فتحت السمكة وقعدت بقى كده اوريكم، بس معلش بقى يا جماعة، يعني هي ما كنتش واخده بالي خالص ان الكاميرا قفلت. شوفوا بقى الجمال بتاع السمكة وجمال وحلاوتها بجد، كانت قد ايه طرية وبصوا بامبا كده وحاجة كده بتتشفط شفط كده، مش ان هي بتتاكل، لا بتتبلع على طول من كتر ما هي طرية بتزحلق كده من كتر الجمال بتاعها. اصلا بصوا السمكة، يعني انا بحركها يمين وشمال طرية جدا، وتحس ان هي ملبن في ايديكي كده. دي النتيجة المرضية بقى عن الفسيخ، بجد الفسيخ محترمة كده. اصلا وانا بعمل فويس للفيديو خلاص انا عايزة اكل فسيخ، عايزة اقوم دلوقتي اكل فسيخ من كتر ما هو بجد كان لذيذ، وما شاء الله كان تحفة بجد.
احنا بقى رحنا واخدينه ورحنا جنينة، وعملت شوية بصل وطحينة بقى وشوية زيت وليمون، ورحنا قعدنا في جنينة وكلنا منه، كان لذيذ وبألف هنا وشفا على كل اللي كل منه. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتكتبوا لي كومنت جميل. اشكركم جدا على المتابعة. السلام عليكم.